مساء الخير عليكم يا أحلى كسيبة في الدنيا، وحلقة جديدة النهاردة من البودكاست بتاعنا الكسيب. النهاردة وكالعادة هنتكلم في موضوعات شيقة جدا. هنتكلم في حاجة الناس كلها كانت بتسألني عليها طول الوقت على الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك وعلى كل حتة. طول عمري بتكلم على إن كل واحد مننا بيتولد عنده قوة معينة وموهبة وميزة في شيء هو عليه إنه يكتشفه على مدار حياته. الشيء ده هو ده اللي هيخليك تعرف تتميز عن كل اللي حواليك طول رحلة حياتك. ولو معرفتش تكتشف الشيء ده فبالتالي انت هتكون زيك زي اي حد. ونجاح الانسان او تميزه بيجي نتيجة قدرته على اكتشاف هو قوي ومميز في ايه بالظبط، سواء التميز بتاعه ده تميز جسدي او تميز فكري او تميز في اشياء معينة غيري مش عارف يشوفها او يعملها. وكل قدراتك على ان انت تكتشف قوة نفسك بتيجي عن طريق البحث ورا قوتك دي. طب يا ترى البحث ده بيجي ازاي؟ طب يا ترى احنا قوتنا على مدار حياتنا بنكتشفها بأي طريقة، وعند أي سن بنبتدي نكتشفها؟ خلينا نقسم الموضوع لثلاث أجزاء. أول جزء منه وهو التميز الجسدي، وعادة بيجي نتيجة أو بيبقى الناتج بتاعه إن أنت بتبقى قوي رياضيا، أو قوي في كرة القدم أو كمال الأجسام أو تابل تنس، كرة البينج بونج أو التنس العادي أو باسكت بول أو أي حاجة. قوتك وتميزك الرياضي دايما بيكتشفوه الأهالي أو المدارس أو النوادي أثناء صغرك، فبتلاقي نفسك مميز مختلف عن بقية الناس اللي حواليك اللي بتتمرن معاك في التمرين أو بتلعب معاك. فبالتالي عشان الواحد يكتشف في ولاده التميز الجسدي ما ينفعش يروح يركز على رياضة معينة ويروح يوديه يقعد يلعب كورة طول الوقت وبعد كده يتضايق ان ابنه مش مميز في الكورة. طب ما جايز ابنك يكون مميز في التنس، جايز ابنك يكون مميز في الباسكت بول، جايز ابنك يكون مميز في الهاند بول. انت مش هتكتشف ده غير لما تعمل له حاجة اسمها سبورتس تور او جولة رياضية. ايه هي الجولة الرياضية دي؟ كل واحد مننا عشان يعرف ابنه او ولاده اقوياء في ايه، او هو حتى نفسه قوي في ايه رياضيا، لازم يروح يجرب يلعب رياضات مختلفة. رياضات معتمدة على الايد، رياضات معتمدة على الرجل، رياضات معتمدة على الجري، رياضات معتمدة على ان انت تقفز. حاجات كتيرة جدا محتاج تجربها علشان تقدر تحدد انت فعلا او ولادك اقوياء في انهي رياضة. لانك لو فضلت مختار رياضة معينة وعمال تضغط على ولادك فيها او على نفسك فيها عشان تتميز فيها وانت مش عارف تطلع ناتج، فبالتالي الرياضة دي مش هي نقطة تميزك، مش هي دي نقطة نجاحك. فبالتالي لازم كل واحد مننا يمشي على الخطوات الصحيحة في اكتشاف هو قوي في ايه رياضيا. فهنلاقي ان الناس اللي لفت عملت السبورتس تور دي العلم اثبت ان هم دايما بيجدوا الرياضة اللي هم اكتر حاجة متميزين فيها. فده هيأثر علينا مسافة كبيرة، بدل ما ان احنا نفضل مركزين على شيء معين وعمالين نضغط عليه ومش لاقيين منه رجا، لا هنوصل للشيء اللي احنا مميزين فيه فعلا وولادنا يعرفوا يطلعوا فيه افضل ناتج او انت تطلع فيه افضل ناتج. الحاجة التانية او الجزء التاني اللي هنتكلم عليه هو التميز الذهني. يعني ايه التميز الذهني؟ يعني كل واحد مننا بتلاقي عنده قدرات معينة ذهنية، ولكن انت مش عارف قدراتك الذهنية دي هتخليك تعرف تتميز في انهي مجال، او تتخصص في انهي تخصص، او تدرس انهي دراسة عشان تطور بيها قدرتك الذهنية دي. فبالتالي انا عايز كل واحد مننا يبتدي يراجع نفسه او يشوف ولاده. انا بتكلم الكلام ده طبعا علينا وعلى ولادنا، فلو انت كبرت وبقى عندك ولاد محتاج تكتشف ده في ولادك، تتبع اللي انا بقوله. ولو انت لسه في مرحلة المدرسة او داخل الجامعة وعايز برضو تكتشف الكلام ده، دور واعمل اللي انا بقوله ده بالظبط. لو لقيت نفسك اثناء الدراسة او ولادك اثناء الدراسة اقوياء في تحليل الماليات او الارقام او الحسابات، فاعرف انه عقله عقل ديجيتال او تكنيكال. العقل التكنيكال ده العقل التقني بيعرف يحلل الارقام كويس قوي، بيعرف يوصل لاستنتاجات. الاستنتاجات دي كلها بتبقى استنتاجات تقنية، استنتاجات بتعرف تخليه يوصل لنتائج غيره كتير ما بيعرفش يوصل لها ويحللها في عقله بالطريقة دي. طيب ايه نوع التاني من التميز الذهني؟ التميز الذهني بيجي عن طريق ان انت تبقى قوي في ادوات زي الرسم. عقلك بيعرف يستلهم امور، يعرف يحولها لكوماندز او اوامر لايدك انها تعرف تجسد اللي في عقلك ده وترسمه بطريقة لبقة وفيها فن ومختلفة عن غيرك. فحاول دايما تتخيل امور وتجرب انك تحاول اللي في دماغك ده ترسمه، ورسمك ليه ده هو اللي هيعبر قد ايه انت مميز فيه ولا لا. نفس القصة في ولادك.
طيب لو انت عقلك بيقعد طول الوقت يفكر في المزيكا وتحليلها وطريقة البيت او الباترن او الحركة بتاعت المزيكا او الادوات المستخدمة، وابتديت تلاقي نفسك حابب انك تروح تجرب الآلة الفلانية والآلة الفلانية وتسجل في استوديو وتعمل، فاعرف انك عندك موهبة في الاتجاه ده، وابتدي طور منها واقرا عنها، لان الموهبة لوحدها مش كفاية من غير تطوير وتنمية. عشان كده لازم كل واحد مننا يعرف يكتشف الموهبة بتاعته ويشتغل عليها ازاي ويطورها ازاي. فلو لقيت نفسك حابب المجال بتاع المزيكا وولادك حابينه وبيقعدوا يحللوا المزيكا دي ايه وبيقول ازاي الكلام بسرعة وازاي بالراحة والنوع البيت ده ايه وحاجات كتير، اعرف ان هو متميز ومتخصص في الشيء ده. طيب هنيجي على الامر الثالث. في تميز مهم جدا اسمه الكاريزماتيك سيجنيفيكانس، او ان انت يكون متميز، عندك كاريزما عالية. الكاريزما دي يعني قدرتك على تحويل الافكار اللي بتدور في عقلك، تحولها لكلام على طول من غير ما تقعد تفكر ولا تتلجلج في الكلام، ولا ان انت تعطل وانت بتوصل الرسالة لحد، بل بالعكس بتوصل كلامك بطريقة تلقائية بدون تحضير، وفي نفس الوقت بتقوله بطريقة فيها نغم، بتقوله وبتعرف تقطع امتى الكلام وامتى تقوله بالطريقة الصحيحة، وازاي تعرض الامر في البرزنتيشن او في الدراسة بتاعتك وانت بتعرض المشروع او بتعرض فكرة معينة، بتعرضها بطريقة مميزة. طريقة صوتك وإلقائك فيها تميز، الناس بتحب تسمع لك، الناس بتحب انها تفكر دايما ازاي هتوصل لهم الرسالة، تلاقي نفسك دايما بتعرف تشرح الامور بطريقة مختلفة عن غيرك، تلاقي نفسك دايما بتعرف توصل رسالتك بطريقة سلسة، وكل الناس شايفة نقطة التميز دي فيك. لو لقيت نقطة الكاريزماتيك سيجنيفيكانس دي فيك، اعرف ان انت هتبقى مميز جدا في مجالات زي الاعلام، زي ان انت تبقى محاضر، زي ان انت تبقى مذيع، زي ان انت تبقى ممثل، زي ان انت تبقى بتقول خطب وبتطلع على الستيجز وتنصح الناس. فالكاريزماتيك سيجنيفيكانس ده مهم جدا، لانه جزء كبير جدا من نجاح الانسان بيعتمد على قدرته على الكلام وتوصيل رسالته. فعشان نوصل لكونكلوجن او لناتج جوانا، لازم نحلل نفسنا، لازم كل واحد يعرف يحلل نفسه ويحلل اولاده، يعرف هم اقوياء في ايه علشان يعرف يوجههم التوجه الصحيح في حالة قوته في امر معين. فلو لقينا نفسنا اقوياء في الارقام، انا لازم اتجه ابقى محلل مالي، ادرس ماليات، افهم ازاي احلل ميزانيات، افهم ازاي اعرف استنتج من الارقام دي نتائج اعمال، اعرف احط خطة للشركات، اعرف اعمل حاجات كتير قوي مبنية على الارقام. لو لقيت نفسي مميز في الكاريزما بتاعتي والكلام، ابتدي اتوجه لان انا ابقى محاضر، اتوجه ان انا ابقى مذيع، ادرس الاعلام، ادرس طريقة الالقاء والخطابة، ادرس حاجات كتيرة جدا هتقوي من قدرتي على استغلال موهبتي في الكاريزما دي، ان انا احولها الامر يميزني ويظهرني اكتر واكتر. وكل واحد مننا ربنا وهبه قوة وتميز. عشان كده الحلقة دي بالذات انا بحاول اوصل لكم ايه انواع الحاجات البسيطة. طبعا الموضوع ده عالم كبير جدا، وتقدروا تخشوا تبحثوا عنه على جوجل، تكتشفوا كيف اوجد قوتي الداخلية او نقطة تميزي، هتلاقوا مواضيع ودكاترة كتير عاملين ابحاث عن المجال ده، ولكن انا حبيت انوه عنه واديكوا نبذة كده فيها قشور عامة عن كل سيكشن منه، عشان فعلا كل واحد مننا يكتشف في نفسه وفي اولاده الاشياء اللي هو مميز فيها، لان ده هيأثر علينا الطريق بكتير جدا. دايما بتلاقوا الناس في مرحلة مثلا الثانوي او الجامعة تايه، مش عارف يدرس ايه، مش عارف يتخصص في ايه، مش عارف ايه افضل شيء بالنسبه له، مش عارف ايه افضل شيء هيعرف يشتغل فيه بعد كده، ولما يجي يبتدي شغله مش عارف لما يشتغل فلنفترض في بنك او شركه يشتغل في انهي اداره، في التسويق ولا في الماليات ولا في الحسابات ولا في ايه بالظبط، عشان هو مش عارف نقطه تميزه فين. فمجرد ان انت وجدت نقطة تميزك وعرفت انت قوي في ايه، ده هيديك مفتاح ذهبي تقدر بيه تفتح بيبان كتير تأثر بيها مسافات نجاح حياتك، تعرف تأثر بيها طريقة وصولك لنقطة النهاية اللي فيها بتكتشف نفسك وبتكتشف قوتك وقدرتك في ايه. يعني لو جينا بصينا على بيج رامي مثلا، مستر اولمبيا، لو شفت صوره وهو عنده 9 سنين هتلاقيه كان جسمه وتركيبه الجسماني مميز جدا، كأنه بيروح الجيم بقاله 10 سنين وهو كل سنه 9 سنين. فواضح جدا ان هو عنده بروز عضلي وتكوينه الجسماني مميز عن غيره. ناس كتير لازم تفكر ازاي توجد النقطة المميزة في كل انسان، عشان وجودك ليها او ان انت تعرف تكتشفها هيسهل علينا وعلى اولادنا حاجات كتير قوي في حياتهم. ربنا يكرمكم يا رب، ويوفقكم ان انتوا تلاقوا نقطة التميز والقوة بتاعتكم، وتعرفوا بيها توصلوا للمفتاح الذهبي بتاع تحقيق النجاح وبتاع الوصول للغنى والثراء والتميز. ربنا معاكم يا رب. مع السلامة.